محمد رمضان يكشف كواليس استبعاده من حفل ختام كأس إفريقيا بالمغرب. تصرف فردي زعلني. كشف الفنان محمد رمضان عن تفاصيل استبعاده المفاجئ من إحياء حفل ختام بطولة كأس الإفريقية 2025 في المغرب في تصريحات مصورة نشرها عبر حسابه على إنستغرام. وقال رمضان: كنت سعيدا جدا بمشاركتي في الألبوم الرسمي للبطولة، وسافرت إلى مراكش لتصوير أغنيتي، وقالوا لي لاحقا أنه سيتم تأجيل غنائي من الافتتاح للختام بسبب حملة رأت أن مصريا يغني افتتاحا في المغرب رغم أنني إفريقي وهذه بطولة قارية. وأضاف: قبل يوم من الحفل قالوا لي إن هناك شيء غريب، أرسلت رسالة للشخص المسؤول في المغرب وبعث لي فيديو لعمرو أديب يتحدث عن المشكلة، وأنا أتساءل ما علاقتي أنا كفنان بهذا؟ هذا تصرف فردي زعلني ومسيء، لقد بذلت مجهودا ولم يعتذر لي أحد. وتابع رمضان مؤكدا احترامه الكبير للمغرب: هذا لا يقلل أبدا من حبي واحترامي للمغرب، أرجو ألا يحمل أحد دولة كبيرة مثل المغرب خطأ تصرف فردي، أنا أحب وأقدر هذا البلد رغم ما حدث.